أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكون صحة وسلام يا رب. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه عن بعض العملات العراقية القديمة، عشان أنا عارف إن في مصريين كتير وناس كتير طبعا برضو، يعني جزائريين أو تونسيين أو حتى خلايجة راحوا اشتغلوا في العراق. تمام. فعشان كده أنا جاي أعرفك العملات اللي هي ايه النادرة، والعملات دي تسوى كام. في ناس كانت بتحتفظ بالعملات ديت، فأنا جاي أعرفك معلومات عن العملة. تمام. وعايزك تركز جدا في الفيديو، عشان في سنين نادرة وفي سنين مش نادرة خالص. بس انا جبت لك سعر المتوسط ما بين الاتنين. تمام. بحيث ان انت معاك عملة من دي او اي حد معاه عملة تانية، فببقى عارف مثلا ايه حاكم الموضوع كويس، وان انا اقدر اوصل لك المعلومة. وطبعا لو مش عايز تاخد السعر بالذات من ورايا ما تاخدهوش، اوكي؟ لو انت شاكك ان انا اسعاري فيك، لان في ناس عراقيين كنت بنزل على فيديوهات القناة القديمة يخشوا يقولوا لي ان انا ببخس سعر الحاجه، يعني هي اغلى من كده. وبعد كده اخش لي الناس المصريين يقولوا لي ان السعر الحاجه غالي جدا، انت بتأفور عشان المشاهدات. فانا والله بجيب الاسعار ديت زي ما بلاقيها. انت عايز تاخد بيها اوكي، مش عايز تاخد بيها برضو براحتك، يعني فاهم قصدي؟ لكن كميات السك والوزن والقطر وكل الحاجات دي والمعلومات عن العملة ديت انا واثق فيها، ومن جهة معتمدة. تمام. حتى السعر برضو من جهة معتمدة، بس انت برضو يعني في ناس بيشكك في الاسعار بالذات. فخلاص انا سايب لك السعر انت تحدده، دي حاجة بتاعتك ودي حاجة انت تملكها، انت متحكم في الحاجة دي. بس انا بقول لك يعني ايه يعني من باب العلم بالشيء. اوكي. خلينا زي ما احنا متعودين نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتكون أول معانا عملة النهاردة الواحد فلس بتاع الملك فيصل الأول، إصدار سنة 1931 وانتهى إصدارها سنة 1933. معمولة من مادة البرونز بوزن 2.5 جرام، والقطر بتاعها 19.5 مليمتر. كمية السك للسنتين 10 مليون قطعة. اوكي. بس خلينا بقى نفصصهم كده. سنة 1931 مسكوك منها 4 مليون قطعة، وسنة 33 مسكوك منها 6 مليون قطعة. يعني هنا السنة النادرة ايه؟ سنة 1931. اوكي. انا جبت لك بقى السعر المتوسط ما بين الاتنين. يعني سعر الانصر ما بين الاتنين ب1100 جنيه بواقع 35 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب775 جنيه بواقع 25 دولار. نخش على تاني عملة معانا النهاردة، الاتنين فيلس بتاعت الملك فيصل الأول، إصدار سنة 1931 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1933. معمولة من مادة البرونز، وزن 5 جرام، والقطر بتاعها 24 مليمتر. كمية السك المعروفة للسنتين 3 مليون و500 ألف قطعة. تعالى بقى نبص على السنة، كل سنة لوحدها كم قطعة. سنة 31 هنا 2 مليون و500 ألف قطعة، وسنة 33 مليون قطعة فقط. يعني النادر هنا في الاتنين فيلز سنة 33. تمام. أنا بس بحاول أبسط لك الأمور على قد ما أقدر، عشان بس ما تتشتتش مني. سعر الأنصر أو السعر المتوسط للأنصر ما بين الزمنين دولت 5735 جنيه بواقع 185 دولار. ليه السعر غالي سواء في الحالة الأنصر أو الجيدة؟ لأن المادة البرونز سريعة التآكل والصدأ ويعني تقدر مثلا تبوظ العملة عادي، على عكس النحاس والنيكل، على عكس الفضة. فمن قصدي البرونز يعني بيتآكل أساسا مع مرور الزمن. تمام. سعر الحالة الأنصر المتوسطة يعني ب5735 جنيه بواقع 185 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب4340 جنيه بواقع 140 دولار. ندخل بقى على تالت عملة معانا النهاردة، الأربعة فيلز، إصدار سنة 1931، كله بتاع الملك فيصل. أوكي. إصدار سنة 1931 وانتهى إصدارها سنة 1933. معمولة من مادة النيكل هنا، بوزن 4 جرام، والقطر بتاعها 21 مليمتر. كمية السك المعروفة للسنتين 11 مليون قطعة. خلونا بقى نبص على السنتين كده. سنة 1931 مسكوك منها 4 مليون و500 ألف قطعة، وسنة 33 مسكوك منها 6 مليون و500 ألف قطعة. يعني السنة النادرة هنا تعتبر 31. بكام بقى سعر الأنصر للحالة المتوسطة هنا؟ 620 جنيه بواقع 20 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب375 جنيه بواقع 12 دولار. نخش على رابع عملة معانا النهاردة، اللي هي 10 فيلز، الملك فيصل الأول، إصدار سنة 1931 وانتهى إصدارها سنة 1933.
معمولة من مادة النيكل بوزن 6.75 جرام. ركزوا جدا في الوزن ده اللي يكشف أي عملة سواء مضروبة ولا مش مضروبة. الوزن بنسبة كبيرة جدا، يمكن نسبة 40% كمان. وبعديه القطر بيتقاس، تمام. القطر 25 ملم. على فكرة القطر ساعات ما بيبقاش ثابت 25 مثلا مقفولين، لا ساعات بيبقى فيه كسور. فده اللي بيبين مثلا ايه، عشان العملات دي محدش يسكها مثلا، فاهم قصدي، ويضرب العملات دي، تمام. المهم يعني خلينا في الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين. الوزن 6.75 جرام والقطر 25 ملم. كمية السك على السنتين 4.8 مليون نخش بقى نفصصهم كده. سنة 31 مسكوك 2.4 مليون وسنة 33 برضو نفس الفكرة، تمام. 2.4 مليون تمام. يعني مفيش هنا حاجة نادرة ولا حاجة ايه مش نادرة، تمام. فايه السعر يعني واضح للاتنين. بسعر الأنصر للقطعة الواحدة ب1100 جنيه بواقع $35. وسعر الحالة الجيدة ب868 جنيه بواقع $28. وطبعا يعني صعب ان انت تلاقي الحاجة في الحالة الأنصر دي كأنها خارجة من البنك، حاجة بريمو كده ما فيهاش أي خدش، حاجة بتلمع، فاهمين قصدي. أما الحالة الجيدة ديت اللي تم تداولها في السوق، ومثلا ده خدها وده خدها وده خدها، فبان عليها آثار الاستعمال والزمن، تمام. أما في ناس بتاخد العملة من البنك تحطها في كيس تقفلها أو في حافظة وتعينها من ساعتها، شوف فاهمين قصدي. فدي بتبقى تعتبر هو بيحفظها في الحالة الأنصر. دي ناس فاهمة وعارفة هي بتعمل ايه كويس على فكرة. المهم يعني سعر الحالة الجيدة نرجع نقول عشان مش فاكر قلتها ولا لا، 868 جنيه بواقع $28. خش على خامس عملة معانا النهاردة، 20 فلس بتاعة الملك فيصل الأول. إصدار سنة 1931 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1933. معمولة من مادة الفضة بوزن 3.6 جرام. وشوف هنا القطر 20.5 ملم. زي ما انا قلت لك القطر ساعات ما بيبقاش مقفول، تمام. فعشان دي حاجات تبين ايه العملة مضروبة ولا مش مضروبة، اوكي. المهم يعني كمية السك المعروفة عنها 2.6 مليون تعال نفصصهم كده. سنة 31 وسنة 33. سنة 31 على فكرة الفيديو ده متعب جدا عشان انا خاطر عايز اجيب لك ايه، في ناس يعني انا بجيب مثلا العملة يخش يقول لي طب انا معايا 31 وحقه مثلا، يعني واحد مثلا 31 دي مثلا نادرة مثلا وليكن، حقه ليه يبيعها بسعر اللي هو اللي مش نادر. فعشان كده انا والله قلت اما اتعب واجيب لك كل سنة على حدة، على احاول على قد ما اقدر برضه اجيب لك سعر متوسط عشان تقدر انت تفرق الحاجات دي. فاللايك بتاعك والله والكومنت الجميل منك والله العظيم بيفرق جدا معايا، ما بيفرقش في الفيديو بحاجة، تمام. الفيديو كده كده اليوتيوب بيبعته للناس كلها. المهم يعني سنة 31 دي مسكوك منها 1.5 مليون قطعة فقط لا غير. وسنة 33 مسكوك منها 1.1 مليون قطعة، اوكي. يعني هنا السنة النادرة 33. بكام بقى يا عم محمد؟ بسعر الأنصر 2325 جنيه بواقع $75. وسعر الحالة الجيدة ب1860 جنيه بواقع $60. نخش بقى على آخر عملتين معانا. العملة السادة الأول، 50 فيلس. إصدار سنة 1931 وانتهى إصدارها سنة 1933. معمولة من مادة الفضة بوزن 9 جرام. والقطر هنا بقى 26 و56 من 100 ملم، تمام. يعني لو واحد راح ضرب العملة ديت، على فكرة 50 فلس كان يعني ليها رقم أيام زمان، يعني ليها وزن وبتشتري برضو، يعني زي عندنا كده النص جنيه أيام زمان كان يشتري حاجة، القرش والقرشين، فاهمين قصدي. فكان الناس ممكن تضرب الكلام ده، يعني المزورين دول موجودين منذ قديم الأزل، تمام. فالحاجات دي بتفرق جدا، تمام. المهم يعني القطر 26 و56 من 100 ملم. وكمية السك المعروفة عنها 9.6 مليون تعالى بقى نفصصهم دولت. 9.6 مليون دولت. سنة 31 اسمع الرقم ده 8.8 مليون وده اللي أنا كنت بتكلم فيه، لسه بتكلم فيه من شوية، إن واحد ممكن يكون معاه حاجة من العادية ديت، وواحد تاني ممكن يكون معاه النادر اللي هو سنة 33 800 قطعة. طب هيعمل ايه؟ فانا عشان كده انا قلت اما اجيب لك ايه كل سنة لوحدها، تمام. بس برضو في الاسعار قلت ما اجيب متوسط عشان مش هعرف احكمها في الاسعار قوي، اوكي. سعر الانصر ب1860 وديت متوسط،
يعني اللي مثلا 33 انت 1860 ده مش هتبيع بيه طبعا، انت هتبيع باغلى من 1860، انت ممكن توصل 2500 كمان ده لو انت في مصر. والناس اللي مثلا بره ممكن توصل معاك 70 دولار او 80 دولار كمان. سعر الحالة الأنسب ب1860 جنيه بواقع 60 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب1550 جنيه بواقع 50 دولار. نخش بقى على آخر عملة معانا النهاردة، الواحد ريال أو الميتين فلس بتاع الملك فيصل الأول. إصدار سنة 1932 وانتهى الإصدار في نفس السنة 32، يعني مفيش سنوات. تمام. معمول من مادة الفضة بوزن 20 جرام، والقطر بتاعها 34 ملم، يعني كبير على فكرة. في الإيد كده ممكن تحطه في كف إيدك كده يجي قدها مثلا. كمية السك المعروفة عنه 500 ألف قطعة وعشرين. العشرين دول بروف، يعني مش متداول، مش موجود مع حد. تمام. يعني 500 ألف قطعة. أوكي. بكام يا عم محمد ال 500 ألف قطعة الواحدة منها بسعر الأنصر؟ سعر الأنصر للقطعة الواحدة يعني 6975 جنيه، يعني قول 7000 جنيه للقطعة الواحدة. تمام. بواقع 225 دولار. بس عشان أنا بحول لعملتي المحلية بجنيه فهو ده الفرق، يعني قول 7000 جنيه. تمام. وسعر الحالة الجيدة ب5890 جنيه بواقع 190 دولار. تمام. على فكرة العملة دي غالية جدا ومطلوبة جدا في السوق، وباين يعني الزمن اولا بعيد جدا، وكمان للملك فيصل، وكمان نادرة جدا. 500 ألف قطعة فقط لا غير. ما لاقيش واحد رايح بدل ما يبيعها لي مثلا يا عم قول لي هتبيع سعر الأنصر ب5000 جنيه. تمام. وتتغاضى عن ال2000 جنيه لو انت هتبيع لتاجر. ما لاقيش واحد بقى جاي يبيعها لي ب1000 جنيه، 1200 جنيه. انت بتعمل ايه؟ يعني انا عايز افهم بجد انت بتعمل ايه يا عم؟ ده ما هي قاعده معاك احسن من ان انت ترميها الرميه السوداء دي. الا بقى لو انت يعني مثلا مزنوق في قرشين، لا يحق لك ان انت تتصرف. لكن لو انت مش مزنوق والحاجه موجوده، ما تسيبها موجوده لحد ما يجي اللي يعرف يقدرها صح. انت فاهمين قصدي؟ اللي يعرف يقدر الحاجه دي صح. بس عشان يعني انا بشوف حاجات غريبه على الفيسبوك الصراحه في الجروبات، الناس عايزه تخلص من العمله ولا ايه؟ انا مش فاهم الصراحه، او انا ما اعرفش ظروفه. ربنا يسامحني، يعني انا مش اللي هو باجي عليك، انا ما اعرفش ظروفك ايه. بس لو انت ظروفك يعني عادي يا عم، ميسور الحال او متوسط الحال زي حالاتنا كده، ما تسيب العملة. هي لا بتاكل ولا بتشرب، احفظها بس كويس عشان تفضل في حالة كويسة كده، عشان تعرف تبيعها لما يجي لها مشتري يعرف يقدرها، سواء انت في العراق، في تونس، في الجزائر. عشان في ناس بتتفرج عليا، وفي الناس في السعودية بتتفرج عليا. لو انتوا يا جماعة يعني مش محتاجين بيعة العملة، ما تسيب العملة، اعرف معلومات عنها، اكتبها في ورقة، وحط العملة في كيس، وحط الورقة دي معاها. يوم ما تحتاج تبيع العملة دي، بدل ما ترجع تقعد تتفرج على الفيديوهات دي تاني، طلع الورقة شوف ايه المقري كان سعرها سنة مش عارف، مثلا اتفرجت على الفيديو ده السنة اللي فاتت كان سعرها بكذا، اكيد سعرها زاد. مفيش حاجة سعرها بيرخص، كل سنة السعر بيزيد، كل سنة السعر بيزيد، كل سنة السعر بيزيد. مفيش حاجة اسمها سعرها بيرخص. تمام. ويا جماعة انا مش عارف يعني انتوا ليه مقصرين معايا في اللايك والكومنت والشير. يعني مثلا دي حاجات والله العظيم تعملها بصوابعك كده وانت قاعد بتتفرج على الفيديو. انا بتعب جدا والله العظيم عقبال ما اسجل الفيديو ده متسجل على 3 ريكوردات، يعني بسبب ان انا صوتي بيروح، بسبب ان انا بتكلم بسرعة. يعني لو اخدتوا بالكم هتلاقيني بسكت في نص الكلام كده، صوتي بيروح بسرعة. تمام. وكمان والله العظيم بتعب جدا جدا في البحث. انا كل اللي عايزه هو تقدير معنوي. انا والله العظيم ما باخد حاجة من ورا اليوتيوب، اقسم بالله العلي العظيم انا ما خدت ولا جنيه من ورا اليوتيوب حتى الان. انا بعمل ده لو انا بحب يعني انزل معلومات، اعرف الناس الحاجة اللي معاها، الناس القيمة اللي معاها ايه. في ناس يعني بيضحك عليها، في ناس مثلا ممكن واحد زيي عارف المعلومات دي، اقابل حد معاه نفس العمله دي اضحك عليه اديله 100 جنيه واخدها واروح ابيعها بالاف المؤلفه 5000 جنيه ولا حاجه. والتاني هيفرح، التاني هيفرح يعني عشان جاهل، يعني جاهل بقيمه الحاجه اللي معاه. انا ما اتكلمتش ان هو جاهل بشخصه عشان محدش يفتكر ان انا مثلا مش محترم، لا. يعني جاهل بقيمة الشيء اللي معاه في جيبه. فاتقوا الله يعني كده، ويعني خشوا اتفرجوا، ما تضيعوش الحاجة اللي معاكوا. دي نصيحتي ليكوا والله. وخش تابع، اديك قاعد يا عم تتفرج، يعني دول ما يكملوش 10 دقايق اتفرجت عليهم، عرفت قيمة شيء معاك بدل ما يتنسب عليك في يوم من الايام. اديك خدت احتياطاتك، خدت حذرك. تمام.
وبس اللايك والله العظيم. ولو انت جديد معايا وتشترك معايا في القناة لو انت شايف ان القناة بتفيدك في حاجة. لو مش شايف ان هي بتفيدك في حاجة عادي اتفرج وامشي برضو، يعني ايه، خد برضو معلومة كده على السريع. ويا لا تصدق ولا تكذب، دور ورايا تاني. بس الحمد لله انا اكتر شخص موثوق على اليوتيوب، اللهم لك الحمد. يعني في ناس ومواقع الكترونيه بتاخد فيديوهاتي، ما زالت بتاخد فيديوهاتي من القناه القديمه مرجع ليها في الاسعار وفي اللهم صل بينا على النبي، في البيانات اللي انا بجيبها. لان انا بخش على مواقع اجنبيه موثوقه ومعتمده من شركه ان جي سي ومن الهيئه العامه اللي هم هو جمع العمله، وموثوق كلام الحمد لله موثوق تمام. بس ولا اكتر ولا اقل. يعني اللايك والله العظيم والتعليق الجميل منك بيفرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.